وبيت الشرف والعز عالي مقامه، محفوظ وما يعلق عليه غبار، طول الزمن مشهود له بالزعامة، الساس ثابت والفروع كبار. طبعا هذه قلتها مرثية للمرحوم الشيخ عثمان الحسن علي العياش رئيس قبيلة الجرايد، وتطرقت بها إلى الموقف لا يلفت للنظر اللي هو الحمامة اللي كانت تنقل على المضيف، ويوم شالوا جنازة للمرحوم الله يرحمه كذلك الحال واقبت الحدث هناك بالمقبرة وكانت تنقل وحتى بعد مرور الشيخ. نعم. أقول وعين يلي صبيها اليوم مطروف، ساعة رحيلك يا عجيد الجهامة، وقلبي تصافي جمل أولاعها الخوف، الحالة العشيرة وقلت هاي القيامة، بالأمس كنا اشتاق وتخلخل صفوف وكثير منا فوق عينه غمام، والسيف من اشتاتنا صار مشبوك، واللي ينسلم عيب تحامل كرامه، وقرب رحيل الحين وارتجت السيوف بيدين كريس نزيح الظلامه، وحامت حمامة دوج طوف بثرطوف، ما يدريش حانت ساعته يا حمامه، ذاك البشوش ولا هذا بغير معروف، ابن البخيت تشان رمز الزعامه، يو عزيز ركيت جمره على الجوف، من لجلجوا يا شيخ مع السلامة، يكبر قلب مهتز لو مرت عصوف، بصبرك عطاك الوقت أنبل وسامة، لو انك تدري اليوم شلون مزفوف، قلبك فلا تطري عليها الندامة، لو انك تدري اليوم شلون مزفوف، قلبك فلا تطري عليها الندامة، ارتجل بلد رغم اننا بصعب ظروف، ينعاك يا الموميت لذل هامه، جمعت شمل قلوب جمعات حطلوف بصفحة اعمالك، هاي اكبر علامة يد اصبحت من عقب ما كانت كفوف رضا العدو من ظلامه، يد اصبحت من عقب ما كانت كفوف تغيظ العدو وقفاتهم من ظلامه، عدوهم في غيظه يطيح ويسوف، وجبر كسر لمسهم بالمسامة، يوم موسمين الباب لو ضربوا الشوف الكل منا يحط قدر اهتمامه وحدة قبيلة، وشاهده قبل معروف ينفض الغار وتالي العمر خاضه، وحدة قبيلة وشاهده قبل معروف ينفض الغار وتالي العمر، خامق المرتقي لعلى المهمات ونعوف، اسرار الامور ونجل ناصر سلامه، ونصير مع جيراننا سياج مرصوف، بحسن النوايا الكل يصل مرامه، وبخافة الله تجبر القلب ملهوف، والصبر لجروح الرجال التئامه، ورجة طموحه خاف بالقاف منبوف، يا رب جنبني ذنوب الملامه وسلام السلام. وبيت الشرف والعز عالي مقامه، محفوظ وما يعلق عليه غبار، طول الزمن مشهود له بالزعامة، الساس ثابت والفروع كبار.